بتبدأ الحكاية بلاري وكان رايح ياخد ابنه نيك من المدرسة، وبيكتشف إن النهاردة كان يوم أولياء الأمور وكل الطلبة مشيوا بعد نص اليوم وأكيد والدته خدته. فبيروح لاري عند طليقته وبيطمن على ابنه، وبعدها بياخده عشان يخرجوا شوية. ولاري بيقول لابنه إن ظروفه الأيام دي مش مستقرة وإنه هينقل من شقته لأن مش معاه تمن الإيجار، ولما يستقر هيجي يزوره كتير. وبيرجع نيك لوالدته وبيكمل لاري تدوير على أي وظيفة، وبيروح مكتب توظيف، وبسبب إنه ما عندوش أي خبرة في مجال محدد بيكون صعب على الموظفة إنها تديله وظيفة عندها، بس بسبب حالته بتقوله إن في وظيفة واحدة محدش قابل يشتغلها. فعلى طول لاري وافق وبياخد العنوان وبيتحرك على مكان الوظيفة، وبتكون الوظيفة في متحف تاريخ الطبيعة في نيويورك. وأول ما بيدخل بيقابل المرشدة ريبيكا اللي شغالة في المتحف، وبيسألها عن مكتب الأستاذ سيسل فبتاخده عشان توديه ليه. وبعدها لاري بيقابل سيسل، وسيسل بيقوله إنه هيشتغل حارس ليلي في المتحف، ومعاهم زمايلهم ريشي وجاس. بس إدارة المتحف قررت إن هي تخفض العمالة ويستغنوا عنهم كلهم مقابل حارس ليلي واحد. وبتكون الوظيفة مش عاجبة لاري لكنه مجبر عليها عشان ما قداموش حل تاني. وسيسل بيقوله انه يستناه بره المكتب وهيجي وراه. وبعدها بيكلم سيسل زمايله وبيقول لهم ان لاري هو الشخص المناسب لخطتهم. وبعدها بياخد لاري ويفرجوا على المتحف، وبيتنقلوا بين الاقسام وبيوصلوا لقسم الفرعون المصري اخمون رع، وكان موجود في التابوت بتاعه، وكان فوقيه على الحيطة أقيم غرض بالنسبة له وهي لوحة أخمون رع اللي بتتكون من الذهب الخالص. وسيسل كان عمال يبص للوحة دي وعينيه بتلمع وكان باين عليه الطمع. وبيخلصوا الجولة بتاعتهم وبيقول للاري إنه هيستلم بكرة الشغل الساعة 5. وتاني يوم لاري بيجهز نفسه وبيلبس بدلة المتحف الخاصة، وبيقابل الحراس تاني يوم في المتحف وكلهم بيسلموه مفاتيح المتحف، عشان كده خلاص هم هيمشوا ولاري هو اللي هيبقى مكانهم كلهم. وبيدوله برضه كشاف نور، وبيقول له سيسل إن أهم حاجة كتيب التعليمات اللي لازم ينفذها بالظبط وما يسمحش لحاجة تدخل أو تخرج من المتحف. وبعدها بيمشوا وبيسيبوه لوحده في المتحف عشان يحرسه. بس لاري ما بيقراش الكتيب اللي معاه وبيفضل قاعد في مكتب الاستقبال وقدامه هيكل ديناصور كبير لحد ما بيروح في النوم وبيجي عليه الليل. وبعدها بيصحى تاني وبيقوم عشان يعمل جولة في المتحف، لكنه بياخد باله إن تمثال الديناصور اختفى من قدامه، وبيفتكره مقلب من سيسل وبيستغرب إزاي هيكل كبير زي ده يختفي بسهولة، لحد ما بيسمع صوت من الممر وبيلاقي إن الديناصور بيتحرك قدامه وبيحاول يشرب. وأول ما بياخد باله منه الديناصور بيجري وراه، فبيحاول لاري يهرب من بوابة المتحف اللي هو قافلها أصلا فما بترضاش تتفتح. وبيروح بعدها يستخبى تحت المكتب وبيتصل بسيسل عشان يسأله عن اللي بيحصل. فسيسل بيقول له يقرأ التعليمات وساعتها يقدر يسيطر على المتحف. ولما قفل السكة بيلاقي إن أول تعليمة إنه يرمي العظمة للديناصور، وأول ما بيمسكها ويرميها بعيد بيلاقي الديناصور بيجري وراها وكأنه كلب صغير عايز يلعب، فبيرميها له تاني بعيد. ولما بص في الدور التاني لقى إن في حيوانات جاية من كل مكان وكانت طالعة من قاعة الحيوانات المحنطة. فبيطلع الدور التاني وبيعدي على رجال كهف كل همهم إنهم يعملوا نار باستخدام الصخر، وبعدها بتطاردوا قبيلة من القبائل برئاسة واحد اسمه أتيلا، فبيهرب منهم بسرعة وبيدخل الأسانسير وبينزل الدور الأول وبيلاقي واحدة موجودة ورا إزاز، فبيسألها عن اللي بيحصل لكنها مش بتسمعه بسبب وجود الإزاز ما بينهم. وبيبص في الكتيب بيلاقي إن لازم يحبس الأسود قبل ما تاكله، فبيتحرك بسرعة ناحية قاعة الحيوانات وبيدخل القاعة وبيقفل أول باب، وبيكون لازم يتحرك وسط الحيوانات عشان يوصل للبوابة التانية. وبيوصل للبوابة التانية قبل ما الأسود تهرب وبيقفلها بمفتاح، وما بيلاقيش المفاتيح معاه، فبيلاقي إن مكتوب في الكتيب إنه لازم يخلي باله من ديكستر القرد عشان ده اللي بيسرق المفاتيح. وفعلا بيكون ديكستر واقف معاه المفاتيح، فبيحاول لاري إنه ياخد المفاتيح منه. وأول لما بيقدر ياخدها منه القرد بيخطف الكتيب من لاري وبيقطعه قدامه، فبيقعد لاري يرتاح وبيفكر في كل اللي شافه لحد ما بيلاقي إن في أشخاص صغيرة بتهاجمه بأسهم في وشه، ودي بتكون مجسمات لأشخاص معينة وبيقدروا فعلا إن هم يكتفوه بقيادة واحد اسمه جيت. وبيأمرهم جيت إن هم يشغلوا القطر عشان يموتوا لاري، وبيكون قطر صغير جدا فما بيأثرش في لاري، ولاري بيقدر بسهولة إن هو يفك نفسه ويقوم من المكان. وقبل ما يتحرك بيلاقي جيش كامل قدامه بقيادة أوكتافيوس الروماني، وده كان بيكره جيت جدا
وبيأمر جنوده إن هو يهجم على لاري عشان كان فاكر إن هو تبع جيد، وبيقعد يتلسع لاري من الأسهم المولعة، بس بيلاقي واحد أخيرا جاي يساعده وبياخده على الحصان بتاعه، وبيكون ده تمثال سيودور الرئيس ال26 للولايات المتحدة. فلاري بيسأله وبيقول له ازاي كل التماثيل اللي في المتحف رجعت تاني للحياة، فسيودور قال له هتعرف بعدين. وبعدها بياخدوا القسم الفراعنة وبيروحوا لتمثال أخمون رع، وبيقول له إن سبب الفوضى كلها هي لوحة أخمون رع، وبمجرد وصول اللوحة دي المتحف كل حاجة دبت فيها الروح، والموضوع أقرب للعنة الفراعنة، وإن وظيفته حماية كل التماثيل إنها ما تخرجش بره المتحف لحد ما الشمس تشرق، لأن لو طلعت الشمس وفي حد من التماثيل بره أرض المتحف هيتحول لتراب بدل ما يرجع تاني تمثال. وبيقول له إنه هيساعده يرجع النظام تاني للمتحف، لكن دي أول وآخر مرة هيساعده فيها. فلاري بيقول له إن احتمال يكون آخر يوم ليه في المتحف عشان مش مستحمل الشغل بالطريقة دي. فسيودور بيقول له إن في ناس بيتولدوا عظماء وناس تانية بيجيلهم فرصة إن يبقوا عظماء، وإن الفرصة دي عنده دلوقتي ولازم يفكر الأول قبل أي قرار. وأول لما بتطلع الشمس كل التماثيل بترجع تاني لأماكنها وبيتجمدوا ويرجعوا تماثيل تاني، والحراس القدام جم المتحف عشان يطمنوا على لاري. وأول ما لاري بيشوفهم بيقول لهم إنه مستقيل ومش هيكمل الشغلانة دي لأنه عايز شغلانة تقليدية زي أي حد، وبيسيبهم بعدها وبيطلع بره المتحف. لكنه وقتها بيقابل جوز طليقته وكان معاه ابنه، وبيشوف لاري ابنه نيك وهو فخور جدا بيه عشان شغال في متحف كبير زي ده، وبيقول له انه هيحب ياخد جولة مخصوص معاه في يوم. فلاري بيقول له ان اكيد هيجي اليوم ويفرجوا على المتحف. وبعد تفكير لاري بيقرر ان هو يرجع المتحف تاني، وبيقول لسيسل انه هيدي لنفسه فرصة تانية، وطلب منه نسخة تانية من كتيب التعليمات عشان يقراها. بس سيسل بيقول له ان دي كانت النسخة الوحيدة اللي موجودة، ولكنه لو قرا التاريخ كويس ممكن يستفاد كتير ويعرف ازاي يتعامل مع المتحف. فلاري ما بيكونش قدامه غير ريبيكا مرشدة المتحف، وبيخرج معاها في الاستراحة بتاعتها عشان تعلمه شوية عن المتحف وتاريخ الشخصيات اللي موجودة فيه، وبتكلمه عن أكتر شخصية هي بتحبها، ودي شخصية ساكا جويا، واللي بتعمل عنها رسالة الماجستير بتاعتها بقالها 4 سنين وما زالت بتبحث عن معلومات عنها عشان تنهي الرسالة بتاعتها، وبتبدأ تحكي له عن كل شخصية في المتحف. ولاري بعدها بيروح المكتبة العامة وبيقعد يقرأ في كتب التاريخ، وبيقرأ عن كل شخصية في المتحف عشان يعرف تاريخها وصفاتها، ولقى إن أهمهم واحد اسمه إتلا اللي كان بيطارده وعايز يقتله من غير سبب، وبيعرف إنه من عشاق السحر والشعوذة. وقتها بيجي ميعاد حراسته للمتحف، فبيرجع المتحف تاني وبيلاقي إن الحراس مستنيينه وودعوه عشان هيسافروا. وفعلا بيبدأ لاري الحراسة بتاعته، وبيربط لاري عظمة في عربية متحركة، وبيخلي بعدها الديناصور يجري وراها، وبيدي ولاعة للبشر البدائيين عشان يصنعوا نار براحتهم، وبيروح يخلص الخلاف بين أوكتافيوس وجيد وبيجمعهم سوا، وبيقول لهم إن ليهم حرية التحرك في الأوضة بشرط إنهم ما يتخانقوش تاني مع بعض، وكلهم بيوافقوا على كده. وبيروح بعدها يقفل بوابة الحيوانات، وبيحاول القرد ديكستر إنه يسرق مفاتيحه تاني، لكن لاري بيكون عامل حسابه وخلى ديكستر يسرق مفاتيح لعبة، وبيكون انتصر عليه المرة دي. وبعدها بيقابل سيودر في طريقه، وبياخد باله إنه بيراقب ساكاجويا بالمنظار بتاعه، وبيعرف إنه معجب بيها لكنه بيتكسف يتكلم معاها. وبعدها لاري بيتحرك على أتلا وبيوريله لعبة سحرية بسيطة عشان ما يخليهوش يطارده، لحد ما لاري بيغلط وبيقدر أتلا إنه يكشف سحره، وبيأمر رجالته بشد أطرافه لحد ما يموت. لكنهم بيلاقوا إن كل الحيوانات خرجت من مكانها، فكلهم بيهربوا، وبيجري لاري على قاعة الحيوانات بس بيلاقيها مفتوحة بسبب إن ديكستر قدر يسرق المفاتيح منه وفتح لهم، وبتبدأ الليلة كلها تبوظ منه. وأثناء مطاردته ليهم بيلاقي إن رجال الكهف ولعوا في شعر واحد فيهم، فبيقف عشان يطفي النار من عليهم، وساعتها ديكستر بيفتح شباك من شبابيك المتحف، وبيكون سبب إن واحد من رجال الكهف بيخرج من شباك المتحف، فبيستسلم لاري تاني بسبب فشله، وبيقول لسيودور إنه مش هينجح في حراسة المتحف ومش هيعرف يشتغل فيه تاني. وفي طريقه للخروج بيلاقي إن في شباك مفتوح، ولقى الراجل اللي هرب من الكهف واقف بره، فبيجري بسرعة عشان ينقذه قبل ما الشمس تطلع عليه، لكنه بيشوفه قدامه وهو بيتحول تراب زي ما سيسل قاله، فبيشيل نفسه الذنب وبيقرر إنه يحاول آخر مرة. وتاني يوم بيجيله ابنه ومعاه صحابه عشان يوريهم إن باباه مسؤول عن المتحف كله، لكن وقتها بيكون المدير بتاع المتحف بيتخانق مع لاري بسبب الفوضى اللي حصلت وبيرفضه قدام ابنه،
وساعتها لاري بيجري وراه لحد مكتبه وبيتأسف له عن اللي حصل وبيترجى إن يديله آخر فرصة في المتحف. فمدير المتحف وافق وقال له إن دي آخر فرصة، ولو حصل فيها أي غلط هيرفضه ومش هيرجعه تاني. وبيجي لاري تليفون من طليقته إن ابنه زعلان منه جدا وبتقول له إن هو السبب عشان شافه بيترفض قدامه. فبيدخل لاري لابنه وبيقول له إنه ما اترفدش وجاي عشان ياخده ويخليه يقضي ليلة كاملة في المتحف، وبيوعده إنه هينبهر باللي هيشوفه وبياخده يخبيه في المكتب بتاعه لحد ما بيقفل المتحف. لكنه بيلاقي ريبيكا لسه ما مشيتش، فلاري بيسألها عن سبب وجودها في المتحف لحد دلوقتي، فبتقوله إن هي شبه بتودع ساكاجوية لأنها استسلمت في الرسالة بتاعتها الخاصة بمسيرتها لأنها ما كانتش لاقية مصادر تاني تساعدها، وبتمشي بعدها عشان تخرج من المتحف. فبيجري وراها لاري وبيقول لها إن ممكن يساعدها وإن المتحف بيرد فيه الحياة بالليل وممكن تيجي بنفسها تتكلم مع ساكاجوية. فبتتضايق منه ريبيكا لأنها افتكرته بيستهزأ بيها وبتسيبه وتمشي وهي متضايقة من تصرفه. وبعدها لاري بيروح لابنه وبيقول له إن دلوقتي هيشوف حاجة مش هيصدقها، وهي إن الديناصور اللي قدامه هيتحرك حالا. لكن الغريب إن الديناصور ما اتحركش، ولاري بيبقى شكله وحش جدا قدام ابنه، ولاري ما بيكونش فاهم ايه اللي حصل. فبيتحركوا على المكان اللي موجود فيه لوحة أخمن رع، لكنهم ما بيلاقوش اللوحة مكانها. وبيعرف وقتها لاري إن في حد سرق اللوحة، وبياخد باله من ظل حد في مخزن المتحف، وبيلاقي إن الحراس القدام بيحاولوا يسرقوا دهب المتحف ومن ضمنهم لوحة أخمن رع. فبيجري نيك على اللوحة وبياخدها، وبيفهم لاري وقتها إن الحراس بيحاولوا يسرقوا المتحف. فبيقول لابنه يعدل القطعة الموجودة في وسط اللوحة، وأول ما ابنه بيعدل القطعة اللوحة بتنور وبيرجع المتحف للحياة. وبيقول لابنه إنه يهرب من المكان بسرعة، وبيحاول هو إنه يحمي نيك من الحراس، لكنه بيلاقي إن الحراس على الرغم إنهم عواجيز لكن صحتهم كويسة جدا. وبيقول له وقتها سيسل إن اللوحة مش بس بتأثر على المتحف، إنما بتأثر عليهم وعلى صحتهم هم كمان، وإنهم بيبقوا أقوى في الليل وبيبدأوا يضربوا فيه، وبيقولوا له يا إما يساعدهم يا إما هيبلغوا عنه إنه سرق دهب من المتحف، وده لأنهم حطوا حاجات من المتحف في شقته. وبعدها بيسيبوه يفكر وبيجروا ورا نيك، وساعتها القرد ديكستر بيفتح باب المتحف فبيخرج منه كل الشخصيات، وبرضه خرج معاهم حيوانات. ومن ناحية تانية بيستخبى نيك في قسم أخمن رع، لكن سيسل بيلاقيه وبياخد اللوحة منه، وبيحبس نيك ولاري جنب أخمن رع وبياخدوا اللوحة وبيهربوا. ووقتها لاري بيلجأ إنه يحرر أخمن رع عشان يساعدهم في الهروب، وبيلاقي إن أخمن رع قادر إنه يتكلم إنجليزي، وبيقول له إنه كان معروض في جامعة كامبريدج في القسم المصري عشان كده هو بيتكلم إنجليزي كويس. فلاري بدأ يحكي له كل اللي حصل، فبيأمر أخمن رع حراسه إن هم يفتحوا له البوابة، وطلعوا بعدها منها عشان يطاردوا الحرامية. وبيلاقوا إن المتحف وقتها مليان فوضى وكلهم كانوا بيتخانقوا مع بعض، وبرضه بيلاقي قتلة قدامه وجاي عليه عشان يقتله، فبيقفوا قدام بعض وبيفضلوا يصرخوا لحد ما أخمن رع بيهدي الأمور بينهم. وبيبدأ لاري يتكلم مع كل الموجودين وبيقدم لهم أخمن رع الملك المصري اللي اللوحة بتاعته هي السبب إنهم كلهم يرجعوا تاني للحياة، وإن اللوحة مسروقة ولو ما رجعتش تاني لأرض المتحف مش هيقدروا يصحوا تاني. ولاري وقتها بيطلب منهم مساعدته وبيقول لكل واحد منهم مهمة عشان يقدروا يرجعوا اللوحة. وبينجح رجال الحرب الأهلية في القبض على جاس، وبيقبض رجال الكهف على ريجي، وبيروح أوكتافيوس وشيد ورجالتهم عشان يفضوا الهوا من عجلة العربية اللي هيهرب بيها سيسل، لكن سيسل قدر برضه يسوقها وبيهرب بره المتحف. ووقتها بيلجأ لاري إنه يكسر الإزاز بتاع ساكشوية عشان تساعده في معرفة طريق العربية، فبتقول لهم إن العربية عملت بيه حادثة، والدليل إن العربية كانت مخبوطة قدامهم، وسيسل نزل منها ودخل جوه المتحف تاني. وبيلاقوا إن سيسل أخد عربية أحصنة من المتحف وبيحاول يهرب بيها، وبيكون في طريقه إنه يدوس على ساكاجوية، لكن سيودور بينقذها والعربية بتدوس عليه وبتقسمه نصين. وقتها بياخد لاري حصان سيودور وبيبدأ يطارد سيسل، وسيسل بيقول له إن العربية اللي راكبها الحصنة بتاعتها مش بتقف إلا بكلمة سر واحدة هو بس اللي عارفها. فلاري بيفاجئه وبيقول له إنه قرأ التاريخ كويس وقال كلمة السر للحصنة، فالحصنة على طول وقفت مرة واحدة لدرجة إن سيسل بيتنطر من عليها، وأخيرا بيقبضوا عليه وبعدها بيستلموا قتلة عشان يحبسوا في المتحف. ولاري بياخد اللوحة منه وبيسلمها لأخمن رع وبيطلب منه إنه يساعده عشان يرجع كل التماثيل جوه المتحف قبل شروق الشمس. وبرضه بيتصل لاري بريبيكا وبيقول لها تجيله بسرعة عشان يوريها حاجة مهمة،
وفعلا ريبيكا وصلت وشافت قدامها كل تماثيل المتحف وهي بتتحرك، واتأكدت بكده ان لاري ما كانش بيتريق عليها ولا حاجة. وفعلا كل التماثيل دخلت جوه المتحف، ولاري أمن عليهم كلهم، وبيلاقي ان ساكاجويا نجحت في تركيب سيودور من تاني، وبيخلي أخيرا ريبيكا تتكلم مع ساكاجويا عشان تسألها على كل اللي هي عايزاه. وبينجح لاري إن هو يرجع كل التماثيل لمكانهم، وبعدها بيودع سيودور، لأن بعد اللي حصل للمتحف أكيد المدير لما يجي هيرفضه. وأول لما بتطلع الشمس كل التماثيل بتتجمد من تاني، وبتيجي أخبار الصباح وبيكون موضوعها هي الفيديوهات اللي الناس صورتها للتماثيل اللي خرجت من المتحف، وده غير آثار الديناصورات اللي كانت على الجليد. ووقتها بيكون مدير المتحف طالب ان لاري يفسر له، وقال له انه فشل في مهمته، فلقى ان لاري مش عارف يفسر، فوقتها المدير قال له انه مرفوض، واستلم منه الكشاف والمفاتيح بتوعه. واول ما بيروح معاه لباب المتحف بيلاقي ان الناس كلها رجعت تزور المتحف بسبب الفيديوهات اللي اتنشرت، وما بيكونش قدام مدير المتحف حل غير ان هو يرجع للاري المفاتيح تاني، عشان هو الوحيد اللي دلوقتي مناسب للشغلانه، وهو السبب ان الناس ترجع تاني تزور المتحف. وبرضه كرموا لاري في مدرسة نيك، ونيك بيكون فخور جدا بيه قدام اصحابه، وبيكون لاري مبسوط انه نجح في مهمته وخلى المتحف كله يعيش في تناغم، وحمى المتحف من العصابة اللي كانت عايزة تسرقه. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد. بتبدأ الحكاية بلاري وبيكون في برنامج تلفزيون وبيعمل إعلان عن منتج شركته الجديد، وبنعرف إن لاري بعد سنين شغله في المتحف قدر إنه يأسس شركته الخاصة، وبيصنع وبيبيع منتجات مهمة لكل البيوت. وبعد ما بيخلص اللقاء بيتكلم مع المساعد بتاعه، وبنشوف إن المساعد بتاعه كان متميز جدا في شغله، وعرف إنه يجيب له صفقة كبيرة، وإنه قدامه 3 أيام ولازم يمضي العقد. فلاري بيفرح بالصفقة وبيسيبه عشان يروح على المتحف، لأن بقاله فترة مشغول ومش عارف يروح يطمن على أصدقائه. لكنه بيلاقي مدير المتحف وبيبلغه إن الإدارة قررت تستغنى عن المنحوتات والتماثيل، وقرروا يجيبوا أجهزة عرض وأجهزة هولوجرام، ووراله الأجهزة دي وعرفوا إن ممكن الناس تسألها والأجهزة ترد عليها بدل ما يكون معاهم مرشدين أو موظفين. بس لاري اتصدم وقال له هتعملوا إيه في التماثيل القديمة؟ فمدير المتحف عرفه إنها هتتخزن في المخزن الرئيسي في واشنطن. ولاري لما بيسمع كده بيزعل جدا، وفضل موجود في المتحف بعد ما قفل لحد ما ميعاد صحيان التماثيل جه. ولاري اتكلم معاهم ووعدهم انه هيتصرف، بس للأسف ملحقش يعمل حاجة، لأن تاني يوم بتيجي العربية اللي هتنقلهم على المخزن، وبعدها لاري بيجيله مكالمة من الكاوبوي وبيستغيث بيه عشان يلحقهم. والكاوبوي ده كان واحد من التماثيل اللي كانت في المتحف وراحت على واشنطن. فعلى طول لاري بيتحرك وبيسافر واشنطن عشان يشوف اللي بيحصل. ولما بيوصل واشنطن بيروح على طول على المتحف الكبير، وبيعرف وقتها من ابنه ان التماثيل خزنوها في الارشيف. بس لاري وقتها ما بيكونش عارف يوصل للارشيف ده ازاي، لان المتحف كبير جدا. فبيسأل واحدة من المرشدين اللي شغالين في المتحف، فبتقوله ان الارشيف موجود تحت الارض. فلاري بيطلع بره وما بيكونش عارف يعمل ايه، واخيرا بيوصل للارشيف، بس بيلاقي ان الارشيف كذا دور وما بيكونش عارف صحابه في انهي دور فيهم بالظبط. وبيلاقي يافطة مكتوب عليها منطقة محظورة وجنبها بوابة ما بتتفتحش الا بتصريح. فبيكمل مشي لحد ما بيوصل لبوابة حجرية وبتكون اسمها بوابة الظلام للفرعون المصري كامن رع، وبيلفت نظره إن فيها مكان للوحة الذهبية بتاعت أخمن رع، ودي نفس اللوحة بتاعت الجزء الأول اللي فات. ولو انتوا لسه فاكرين إن اللوحة دي هي اللي مسؤولة عن صحيان التماثيل في المتحف. وكمان نصيحة مني اتفرجوا على الجزء الأول لأنه جامد جدا. وقبل ما لاري يلمس البوابة بيلاقي حارس دخل عليه وقال له إن ما ينفعش يلمس حاجة معروضة، بس لاري عرف يغفله وسرق منه تصريح الدخول، وبدأ فعلا يعدي بيه من البوابات لحد ما وصل لمكان المخزن، وفضل يدور في كل الصناديق. ولاري بيلاقي شخصيات كتيرة جدا، وبيلاقي برضه تماثيل فرعونية واقفين رافعين أسلحتهم قصاد كونتينر، والكونتينر ده محبوس فيه صحاب لاري، وبيكون أصحاب لاري معاهم اللوحة الذهبية، والحراس دول اللي بيحاولوا ياخدوها منهم. ولولا إن الشمس طلعت ورجعوا تماثيل تاني كان زمانهم خدوها منهم، ووقتها لاري بيعرف ياخد اللوحة منهم، وساعتها بتكون الشمس غربت وبتصحى كل التماثيل تاني. ولاري بيلاقي في وشه كامن رع وبيقوله إن اللوحة دي من حقه لأنها المفتاح لبوابة الظلام اللي هي البوابة الحجرية اللي شفناها في الأول. وكامن رع كان ناوي يفتح البوابة دي عشان يطلع منها جيشه العظيم،
وبيعرفوا إن هو الأخ الكبير لأخمن رع الفرعون بتاع الجزء الأول، لكن عشان هو الصغير فاللوحة كانت معاه. بس لاري وقتها بيخاف من كلامه وبيحس إنه ناوي على شر، فلاري بدأ يتسحب وهو معاه اللوحة وحاول يلعب معاه لعبة، وقال له إن أخوه في الجزء الأول كان بيدور على سلاح اسمه مكعب روبيك، والسلاح ده دلوقتي موجود هنا في المخزن. وعشان طبعا هو طماع فكلام لاري بيغريه وبيروح معاه عشان يجيب له السلاح ده. بس لاري ضحك عليهم وفتح لهم صندوق كان متخزن فيه اخطبوط عملاق، وطبعا الاخطبوط طلع وهجم على كل الحراس، ولاري أول لما لقى فرصة طلع يجري عشان يهرب. بس وهو في الطريق بيلاقي واحد أشقر وبيعرف إن هو واحد من أبطال الحرب الأهلية، وبعدها بيقابل إيميليا، واللي ما يعرفش مين دي أشهر ست كانت بتسوق طيارات، وبيتمشوا مع بعض لحد ما بيوصلوا لواحدة من القاعات الرئيسية. بس حراس كامن رع عرفوا يوصلوا لهم وهجموا عليهم، وبيحاول لاري إن هو يعمل أي حاجة قصادهم بس ما بيعرفش يعمل حاجة، ودخل في صورة من اللي كانوا متعلقين على الحيطة. ومن ناحية تانية بينجح كامن رع إنه يتحالف مع أشرار التاريخ، وهم نابليون بونابرت وإيفن بتاع روسيا والكابوني زعيم المافيا في أمريكا، وكل دول كامن رع بقى هو القائد بتاعهم، وأمرهم كلهم إنهم يقبضوا على لاري ويجيبوا له اللوحة اللي معاه. وفي نفس الوقت بينجح الكاوبوي وأوكتافيوس إنهم يهربوا من الكونتينر، لكن قبل ما يعملوا أي حاجة بيتقبض على الكاوبوي، فما كانش قدامه حل واستسلم لكامن رع. نرجع تاني للاري. حراس كامن رع نجحوا إن هم يقبضوا عليه، وحتى كمان خدوا معاه إيميليا وخدوا لاري وسلموه لكامن رع، وبكده عمل اللي في دماغه وخد اللوحة من لاري. وبعدها كامن رع خدهم كلهم وراحوا عند البوابة وحاول يستخدم اللوحة عشان يعرف يفتح بيها البوابة، بس للأسف البوابة ما بتفتحش وبيكون شكله وحش عشان مش عارف يعمل حاجة. فكامن رع بيأمر لاري إنه يفك له شفرة اللوحة، ولو ما عملش كده هيموت له الكاوبوي صاحبه. فوقتها لاري بيقول له إن الموضوع صعب جدا وعايز يجي 100 سنة عشان يفك اللغز، بس كامن رع بيزنقه في الوقت وبيقول له قدامك ساعة واحدة، ولو ما عرفتش تفك الشفرة هموت الكاوبوي. ووقتها بيحبس الكاوبوي في ساعة رملية، فلاري على طول بياخد اللوحة عشان يحاول يحلها وينقذ صاحبه، وبيجيله فكرة وبيسأل التماثيل اللي معروضة في المتحف عن اللوحة دي، بس كلهم بيطلعوا مش عارفين حاجة لحد ما بيلاقي تمثال للزعيم تيدي، وده كان بيعرف يقرأ لغة الفراعنة، وفعلا ترجم له اللي على اللوحة وبيكون معناه إن السر موجود في قبر الفرعون. بس لاري ما بيكونش عارف يعني إيه، فبيقول له إن مفيش غير دماغ واحدة هي اللي هتعرف تقول لهم المعنى، وبيكون قصده على أينشتاين. فلاري بياخد إيميليا وبيروح بيها على المبنى التاني، بس من حظه الأسود حراس كامن رع بيشوفوه وبيكونوا فاكرين إن هو بيهرب، وكامن رع بيأمر رجالته إن هم يقبضوا عليه. وعلى طول لاري وإيميليا استخبوا جنب تمثال حجري كبير لإبرام لينكولن، والحراس وقتها ما عرفوش يلاقوه. وبعدها لاري عرف يخش المبنى، وبيكون المبنى ده متحف للطيران، وبيشوف لاري مجموعة من التماثيل بتحاول تشغل صاروخ كان هيطير، بس لاري لحق ووقف الصاروخ قبل ما يطير في آخر لحظة. وبيلاقي تماثيل صغيرة لأينشتاين، فبيسألهم عن معنى الكلام بتاع اللوحة، وفعلا بيعرفوا يفكوا شفرة اللوحة، بس بيكون حلها طويل جدا، ولاري بيسمع منهم وبياخد وقت عشان يحفظه. بس فجأة وصلوا رجالة كامن رع وبيبدأوا يطاردوا لاري، بس التماثيل اللي موجودة في المكان عرفت تعطلهم شوية، وإيميليا على طول بتاخد لاري وبيركبوا طيارة شراعية وبيفضلوا يطيروا في الجو شوية، وبيوصلوا بيها أخيرا لمكان كامن رع. ولاري بيبدأ يكلم كامن رع، وإيميليا وقتها بتستخبى وبتروح عشان تحرر أصحاب لاري. وفي الوقت ده كامن رع كان عمال يسأل لاري عن فك شفرة اللوحة، بس لاري كان رافض يقول له أي حاجة لحد ما يسلمه صاحبه الكاوبوي، وكان بيحاول يضيع الوقت لحد ما تنجح إيميليا إن هي تحرر الباقي. ووقتها بيجي كل حلفاء كامن رع وبيكون معاهم واحد من تماثيل أينشتاين، وقالوا لكامن رع إنهم دلوقتي مش محتاجين كلمة السر من لاري عشان أينشتاين هيقول لهم عليها. ووقتها كامن رع أخد اللوحة من لاري وحطها في مكانها وبيفك اللغز زي ما أينشتاين قال له، وبينجح أخيرا إن هو يحرر الجيش بتاعه، وبيكونوا جيش كبير كلهم رجالة براس صقور. وعلى طول كامن رع أمرهم إن هم يقتلوا لاري، بس وقتها بيجي لهم تمثال لينكولن والحراس كلها بيترعبوا من حجمه وبدأوا كلهم يهجموا عليه، بس ما بيكونش ليهم أي تأثير، وإبرام كان بيرد لهم الضرب وكانوا بيطيروا من قوته. فالحراس كلها خافت ورجعوا تاني بسرعة يجروا على البوابة بتاعتهم، وبعدها قفلوها عليهم.
ووقتها بيتصدم كامن رع إن جيشه الجبار اللي كان مستدعيه عشان يسيطر على العالم هرب من أول تمثال. وبعدها كامن رع أمر رجالته اللي لسه معاه إنهم يهجموا على لاري ويخلصوا عليه. ووقتها بتوصل إيميليا ومعاها كل أصحاب لاري اللي كانوا في الصندوق، وبتبدأ معركة كبيرة جدا بين رجالة رع وصحاب لاري، وبيخش معاهم الاخطبوط العملاق اللي لاري فتح له الصندوق. ولاري بيشاور لإيميليا عشان تاخد اللوحة من البوابة، بس كامن رع وصل للاري وبدأت المعركة بين لاري وكامن رع. وبينجح أخيرا لاري إن هو يضرب كامن رع وبيقربوا من البوابة، وبيقول لإيميليا بسرعة إن هي تفتح البوابة باللوحة، وفعلا فتحتها، فعلى طول البوابة بتسحبه جواها. وبكده لاري خلص من كامن رع وأنقذ كل التماثيل من شره. وبعدها لاري أخد الأخطبوط ورجعه تاني للمحيط، وبيأكد عليه إنه لازم يرجع تاني قبل شروق الشمس عشان لو الشمس طلعت هيبقى تمثال وممكن يموت في المية. وبعدها لاري بيطلب من إيميليا إن هي تاخدهم في الطيارة وتوصله هو وأصحابه على المتحف بتاعهم. وبتلحق فعلا إيميليا توصلهم وترجع تاني على واشنطن قبل شروق الشمس. وفي اليوم اللي بعده بنشوف إن لاري رجع يشتغل تاني في المتحف وباع الشركة بتاعته واتبرع بفلوسها للمتحف عشان التغييرات الجديدة اللي كانوا عايزين يعملوها. وكمان وقتها بنشوف التماثيل بتتحرك عادي وسط المتحف، والناس بتكون فاكرة إن هي دي الآلات الجديدة. ووقتها بيتكلم المدير مع لاري وبيقول له إنه أحسن حارس جه المتحف. ووقتها لاري بيشوف بنت في المتحف وبتكون شبه إيميليا، وبيحاول إنه يتكلم معاها وبيسألها إن كانت تقرب لإيميليا إيرهارت، بس هي بتقوله إن ما تعرفهاش. وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبتطلب منه إن هو ياخدها جولة في المتحف، وطبعا لاري بيوافق وشكلها هيبدأ قصة حب جديدة بينهم. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد. بتبدأ الحكاية في مصر سنة 1938، وفي الوقت ده كان في مجموعة استكشافية بتنقب عن الآثار، ودول أريتشي وروبرت علماء آثار. وأريتشي بيعرف روبرت إن العاصفة الرملية قربت وإن العمال خايفين منها، فروبرت بيرد ويقول له إنهم خلاص قربوا يوصلوا للمقبرة ولازم يكملوا حفر يا إما كل شغلهم هيروح على الفاضي. وده سي جي ابن أريتشي بيكون ماشي في الموقع اللي شغال فيه باباه، بس فجأة وقع في حفرة، ولما بص عشان يستكشف لقى قدامه آثار كتير، ودي اللي أصلا العمال بيدوروا عليها. وبسرعة بينده على باباه وبيجي باباه وبيجيب العمال معاه. وبعدها في واحد من العمال كان بيكلم زمايله وبيقول لهم إن في لعنة هتيجي وتحل عليهم لو لمسوا أي حاجة من الآثار دي، لكن مفيش أي حد بيهتم بيه، وبيكملوا نقل للمقبرة. ومن ناحية تانية ده متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك، وأكيد احنا عارفينه من الأجزاء اللي فاتت. وده لاري، وكان وقتها مع أصحابه التماثيل، وبنعرف إن في حفلة هتتعمل في المتحف وإن لاري هو المسؤول عن تنظيمها. ووقتها لاري بيتكلم مع أصحابه وبيتأكد من التجهيزات وإن كل حاجة تمام. ووقتها أخمن راع ندى عليه وبيقول له إن اللوحة بتاعته بدأت تتآكل وما كانش عارف يعمل إيه، فلاري طمنه وقال له هنشوف المشكلة دي بس بعد ما الحفلة تخلص. وفعلا بالليل الحفلة بدأت، وبنشوف تيدي راكب الحصان بتاعه وبيرحب بالجمهور، وبيكون لاري وقتها عامل استعراض حلو جدا، وحتى القرد كان عمال يتشقلب في الجو والناس بتبقى مبهورة جدا بيهم. لكن من ناحية تانية اللوحة كانت بتتآكل أكتر لحد ما الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، وكل التماثيل بدأت تتجنن وتهيج، وكانوا عمالين يدمروا في الحفلة. وبكده الحفلة باظت من لاري. وبعد لما كل الناس مشيت لاري بدأ يتكلم مع التماثيل، بس كلهم قالوا له إنهم مش عارفين إيه اللي حصل وإيه اللي خلاهم يعملوا كده، وكأن في تعويذة أو روح شريرة هي اللي سيطرت عليهم وقتها. وبعدها بشوية مدير المتحف كلم لاري وبيكون غضبان جدا بسبب اللي حصل، فلاري بيعتذر له عن اللي حصل وبيوعده إنه هيصلح كل حاجة. ولاري لما رجع البيت لقى ابنه عامل حفلة مع أصحابه، فطلع غله فيه وخلاه ينظف البيت قبل ما ينام. وتاني يوم لاري راح المكتبة وكان بيدور على أي معلومات بخصوص أخمن راع واللوحة الذهبية بتاعته، فبيلاقي صورة للبعثة اللي لقت المقبرة في مصر، وبيعرف إن الطفل اللي لقى المقبرة اسمه سيسل، وده اللي اكتشف المقبرة زمان، وهو نفسه اللي كان بيسرق اللوحة في الجزء الأول من الفيلم. ولو ما اتفرجتش على الجزء الأول اتفرج عليه عشان تبقى فاهم أحداث القصة. وبعدها لاري راح دار المسنين لسيسل وبيعرفوا باللي حصل للوحة، وبيعرف من سيسيل إنهم لما لقوا المقبرة ما كانش فيها مقبرة أخمن راع لوحده، إنما كان معاه مقبرة أبوه وأمه، وقال له إن أبو أخمن راع هو الوحيد اللي عارف القصة وعارف قصة اللوحة،
وعرفه إن مكان المقبرة دلوقتي في لندن، ولو عايز يعرف حاجة يروح يعرفها منهم هناك. فرجع بعدها لاري للمتحف وراح للمدير وقال له إنه لازم ياخد تمثال أخمون رع وياخد اللوحة ويروح بيهم لندن. بس طبعا المدير رفض، ولاري عشان يقنعه كان لازم يعرفه سر اللوحة، وإن اللوحة دي هي اللي بتصح التماثيل كل ليلة وبترجعهم تاني للحياة، وإن اللوحة دي لو اتدمرت سمعة المتحف كله هتتدمر. فبيقتنع ساعتها المدير بكلامه لأنه خايف على المتحف، وبيعمل تليفون وبيجيب له تصريح السفر. وفعلا بالليل وصلوا كلهم متحف لندن، ولاري كان معاه ابنه ومعاه أخمون رع، وكان معاه برضه حبة تماثيل من المتحف. وأول لما دخلوا قاعة الحيوانات كلها بدأت تتحرك، وفجأة شافوا قدامهم هيكل عظمي لديناصور. ولاري وقتها حب يشغل دماغه وفكر إن ممكن يلعبوا بالعظمة زي ما كان بيلعب الديناصور في المتحف بتاعه، لكن الديناصور ده ما طلعش زيه واتعصب وهجم عليهم بسرعة، فهربوا منه ودخلوا قاعة تانية. بس برضه الديناصور ما سابهمش وكان بيكسر كل حاجة قدامه، وكان عمال يهجم عليهم وبرضه مش سايبهم. بس في آخر لحظة بينقذهم حارس مدرع وكان شكله من العصور الوسطى، ونجح فعلا انه ينقذهم. والفارس ده كان اسمه لانسلوت، وده كان بيدور على حبيبته اللي في مملكة كاميلوت، وعرفهم انه من فرسان الملك ارثر. وبرضه لانسلوت ده ليه فيلم كامل وهتلاقي الفيلم متلخص عندنا برضه. نرجع تاني للاري. لانسلوت قال له انه هيكمل معاه الرحلة عشان هو عارف المتحف بتاعه وهيقدر ينقذهم من اي حاجة. ولاري وقتها لاحظ ان جيتو واوكتافيوس مش موجودين معاهم، فلاري راح عشان يدور عليهم ولقى الوشاح الاحمر بتاع اوكتافيوس مشبوك في شبكة تهوية، وبيعرف لاري يفصل المروحة بتاعت التهوية، وبيربط التليفون بتاع ابنه حوالين القرد وبيبعته وراهم عشان ينقذهم. وبيكمل الفريق تاني في طريقه، لكن فجأة بيطلع لهم تمثال تاني صغير وبيحذرهم من دخول القاعة دي. وبيشوفوا وقتها تعبان ضخم ب9 رؤوس، فبيستخبوا كلهم، ولحسن حظهم ان التعبان كان نايم. بس الفارس لانسلوت كان مصمم ان هو يصحي التعبان وقال لهم انه لازم يحاربه عشان شرف المحارب. فلاري حاول يقنعه وقال له هخليك تموته وقت تاني، بس دلوقتي احنا عايزين نعدي من وراه وما نصحهوش ولا حاجة. وفي نفس الوقت اللوحة كانت بتتاكل أكتر، والسيودور من غير قصد ما تحكمش في جسمه وعمل دوشة، فالتعبان صحي على طول ودخلوا في معركة كبيرة مع التعبان، وخلصت أخيرا إنهم قدروا يتغلبوا عليه. وبعدها وصلوا للقاعة المصرية، وأخمون رع قابل أبوه وأمه بعد غياب طويل طبعا، وقاطعهم لاري وسأل أبو أخمون رع إنه هيعرف يصلح اللوحة ولا لأ. فرد عليه وقال له إنه هيعرف، بس لو عمل كده هيكشف سر اللوحة، فعشان كده ما كانش ناوي يصلحها. بس أخمون رع اتحايل عليه وعرف يقنعه، فأخيرا أبوه وافق. ووقتها أبوه بيفتكر زمان أيام ما كان أخمون رع صغير، وكان أبوه بيحبه جدا أكتر من إخواته، وعشان كده أمر الكاهن بتاعه إنه يصنع اللوحة عشان ما يفترقوش أبدا، وإن اللوحة قوتها أساسا جاية من القمر، وعشان كده التماثيل بتصحى بالليل بس. وقال لهم عشان يصلحوا اللوحة دي لازم اللوحة تشوف ضوء القمر، ولما اللوحة بتبدأ تتآكل أكتر أخمون رع بيتعب، فلاري بياخد اللوحة ويجري عشان يروح ويعرضها للضوء. بس للأسف وقتها الحارس لانسلوت بيطمع في اللوحة وبيهدد لاري بابنه، فلاري ما كانش قدامه حل واداله فعلا اللوحة. فلانسلوت أخد اللوحة وجري، بس لاري ما سابوش وراح وراه بسرعة، وبدأت المعركة بين لاري ولانسلوت. بس الفارس قدر يهرب من لاري، فلاري جمع الفريق بتاعه وطلب من كل واحد فيهم مهمة عشان يمسكوا لانسلوت بسرعة. وفعلا لاري بيلاقيه، بس قبل ما يوصله بتوصل حارسة المتحف وبتكون ماسكة راجل الكهف، وبتاخدهم هما الاتنين وبتحبسهم في أوضة وبتقفل عليهم الباب من بره. وبيحاول وقتها راجل الكهف انه يقنع لاري انهم يكسروا الازاز ويخرجوا، بس لاري ما بيفهموش. ولما راجل الكهف زهق منه كسر الازاز بدماغه، وفعلا عرفوا يطلعوا وبيقابلوا باقي الفريق. وبعدها بيخرجوا بره المتحف عشان يدوروا على الفارس، بس بيلاقوا تماثيل الأسودة بتتحرك، فبيعرفوا إن الفارس قريب من المكان ده. وبيعرف لاري إن هو يهرب من الأسود، وبيكون في مسرح جنب المتحف، فلانسلوت بيخشوا وبيفتكر الممثلين اللي بيمثلوا تماثيل زيه، والممثل وقتها بيتكلم معاه وبيقول له إن كل ده ديكور. فالفارس طبعا بيغضب وبيكسر كل حاجة حواليه، ووقتها بيدخل لاري وفريقه وبيجروا وراه لحد ما بيحاصروه. ولاري بيقول له إنه مش إنسان وإنه تمثال معمول من الشمع، وكمان قال له إنه مش حاجة حقيقية وإنه معمول لأسطورة قديمة.
وبيطلب منه إنه يسلمه اللوحة، لأنه من غير اللوحة دي هيرجع تمثال تاني. ولأن الفارس كان قريب من النار بدأت مناخيره إن هي تسيح، ولما اللوحة بدأت تتآكل أكتر كل التماثيل بتبدأ تتعب وتقع على الأرض، ولاري بيكون حزين جدا لأنه مش قادر يعمل لهم حاجة. ولما لانسلوت بيشوف كده حس بالذنب وسلم لاري اللوحة، ولاري على طول بيدوس على اللوحة وبيلحق ينقذهم في آخر لحظة، فبيصحوا كلهم تاني، وبعدها بيرجعوا تاني كلهم للمتحف. وتيدي بيتكلم مع لاري وبيعرفه انه مش هينفع يفرق بين اخمون رع وعيلته تاني، وانه لازم يفضل هنا معاهم. فلاري بيرد عليه وبيقوله ان اخمون رع لو مرجعش معاهم دي هتبقى اخر ليلة يصحوا فيها للابد. فلاري بيحاول يقنعهم ان هم يفضلوا هنا في لندن هم كمان، بس كلهم بيرفضوا وبيقولوا ان هنا مش موطنهم وان موطنهم في نيويورك. وقبل ما يمشي لاري بيروح عشان يطمن على راجل الكهف صاحبه، وبيعرفوا بقى انهم خلاص هيمشوا، وبيلاقيه ان هو منسجم جدا مع الحارسة. فلاري بيودعهم واحد واحد عشان بالمنظر ده كلهم هيرجعوا تماثيل تاني ومش هترد فيهم الحياة ولا بالليل ولا الصبح. ولاري راح قعد مع القرد صاحبه وبيفضلوا يفتكروا الذكريات القديمة بتاعت الضرب اللي كانت بتحصل بينهم في الجزء الأول. وفعلا كلهم رجعوا تاني على نيويورك، وسيودور ودع حبيبته كاجويا، وكل التماثيل ودعت بعض. وسيودور قال للاري إن خلاص كده مهمته انتهت. وبعدها لاري بيخرج بره المتحف وعارف إن كده مش هيشوف التماثيل صحية تاني. وبناء على اللي حصل ده لاري اترفد من الشغل عشان ما جابش اللوحة الذهبية من لندن، وشال هو كل العواقب. وبعد 3 سنين حارسة متحف لندن راحت المتحف بتاع نيويورك وسلمت المدير بتاعه اللوحة الذهبية. وأول لما المدير بيمسك اللوحة كل التماثيل اتحركت، وبكده مدير المتحف اقتنع إن فعلا لاري معاه حق، وإن اللوحة دي ليها سحر على كل التماثيل، وإنه برضه لما اترفد من 3 سنين اترفد لمصلحة المتحف، وحس بالذنب على اللي هو عمله معاه، وعرف إنه ما كانش غلطان ولا حاجة. والتماثيل كلها فرحت ورجعت تاني ترقص زي زمان، ولاري كان واقف بره وبيتفرج عليهم وفرح إن كل حاجة رجعت لطبيعتها. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد. وبكده خلصنا ال3 أجزاء من الفيلم، ولو ما اتفرجتش على الجزء الأول والتاني اتفرج عليهم عشان تبقى فاهم القصة كلها.